هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في ساعة منتدى السبت اليوم 5 من سبتمبر. نحييكم ونرحب بكم على مدى ساعة أنا وزميلي جمال من ميلبورن. أهلا جمال. مرحبا بك أعمال، ومرحبا بالمستمع الكريم أينما كان. يا هلا بك. أعزائي المستمعين، في ساعة هذا المساء سنقدم لكم في البداية قراءة يقدمها لنا الأستاذ أحمد القيسي بعنوان الإسفنجات التي تمتص أخطاء النظام وزعيمه، وبعد ذلك سنعود مع زميلي جمال لنتحدث عن السياسة الخارجية للحكومة الإريترية. ابقوا معنا وأهلا بكم. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. الإسفنجات التي تمتص خطايا النظام والزعيم. يمكن أن أتفهم الدفاع المستميت للبعض حين يثار موضوع النظام الإريتري وشرعيته وخطأ الممارسات السياسية والمواقف التي يتخذها، وهؤلاء ليس لديهم بديل آخر سوى الدفاع على قاعدة عنزة وإن طارت. معظمهم ممن عاشوا تجربة الجبهة الشعبية، ودوافعهم معروفة ومتنوعة، بل قد أجزم إن البعض منهم أصحاب نوايا طيبة، إذ يعول البعض منهم بأن النظام لا بد أن يصحح هذه الأخطاء، ولكن المشكلة هي حالة الحرب مع إثيوبيا التي تبقى العائق الرئيسي. بينما يرى البعض إن كان لا بد من التغيير فيجب أن يكون من الداخل ومن داخل النظام نفسه، وتتنوع المواقف وتتباعد، ولكن الكل يجمع على سلبية المعارضة وانتهازيتها وعدم التعويل عليها، وعلى القيادات التي تتزعم هذه المعارضة. والحقيقة المرة، لا النظام أصبح مرنا وقادرا على إصلاح ما أفسده كمراجعة شاملة لتجربته الفاشلة، ولا تمكنت المعارضة من التخلص من الطواوية والرؤية الضيقة في معالجة المشاكل المزمنة للحركة السياسية الإريترية من انقسامات وتشرذم وخطاب سياسي لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الجديدة. ومما يزيد الوضع قتامة هو التفريخ اليومي لهذه التجمعات المتنوعة تحت مسميات مختلفة، بل الأنكى من ذلك مسميات كانت إلى وقت قريب أقرب إلى تابو يمنع الاقتراب منه. لكن ما يصعب استيعابه وفهمه هو المدافعون الجدد أو الإسفنجات الجديدة التي تسعى لامتصاص
ما تقدم وما تأخر من خطايا النظام والزعيم، وهي حالة قريبة بحاجة إلى توقف وتأمل ومواجهة. لعل الكل يعلم، وتلك حقيقة، إن إنجاز التحرر الوطني والاستقلال على يد الجبهة الشعبية قد منح هذه الجبهة تفويضا شعبيا مطلقا، حتى ممن ناصبها العداء زمنا وحمل في داخله عداء لا يرحم، بأن هذا الإنجاز كان كافيا للغفران والتجاوز. ولكن والمهم جدا، كان الكل دون استثناء حتى من أعضاء الجبهة الشعبية هو في الخطوة الثانية أو المرحلة التالية في معالجة قضايا ما بعد التحرير. أولا، في ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال إشراك الجميع، واعتبار أن هذا الإنجاز الوطني هو حصيلة نظام الجميع دون استثناء، وليس عبر مسرحية إشراك البعض من هذه التنظيمات في وظائف الدولة واعتبار ذلك مشاركة. ثانيا، السعي لاحتواء القضايا الخلافية مع هذه التنظيمات عبر حوار وطني يشترك فيه الجميع، وعدم الالتفاف على هذه القضايا الخلافية التي عادت زمنا محركا في التناقض. وليس المطلوب إيجاد حل ناجز لهذه القضايا الخلافية، بل يكفي الإقرار بوجودها والسعي مع الزمن لحلها. ثالثا، العمل على بناء مؤسسات الدولة الجديدة والإعداد الممنهج للدستور المعبر عن إرادة الشعب وتجربته السياسية والنضالية. رابعا، المشاركة الواعية للجماهير عبر سن قانون للأحزاب يراعى فيها مشاركة الجميع وفق المبادئ والأسس الوطنية التي دفع هذا الشعب خيرة أبنائه ثمنا لها. خامسا، تبني سياسة اقتصادية تنموية تردم الهوى بين مختلف الأقاليم الإريترية، ترسيخا للمبدأ الوطني كوطن واحد وليس جزءا متخلفا وجزءا آخر أكثر تقدما. سادسا، وضع سياسة عملية وموضوعية بعودة اللاجئين الإريتريين مكرمين إلى وطنهم، وإيجاد الأرضية والبيئة المناسبة كي يجدوا لأنفسهم مكانة مناسبة كي يعيشوا حياة كريمة في وطنهم. هذه العناوين الرئيسية، وهناك تفاصيل فرعية كثيرة ذات الصلة بالموضوع، ولكن المهم هو تنفيذ هذه المهام باعتبارها الأساس لمعنى الاستقلال، وإلا ماذا يعني الاستقلال والنضال؟ ومهما بلغ تحفظنا ونقدنا للمعارضة بكل ألوانها وما نعتقده قصورا في أدائها، لا يبرر في منح صك براءة للنظام وممارساته القمعية والاستبدادية. إذن على ماذا يعتمد هؤلاء الإسفنجات في دفاعهم عن النظام وممارساته؟ حسب علمي والله أعلم، هناك أفراد من داخل النظام بدأوا في ترويج حدوثة قريبة مفادها أن هناك تجمعا لبعض الكوادر المستنيرين يقومون بوضع أسس التغيير السلس من داخل النظام نفسه، وفقط هم بانتظار اللحظة المناسبة. ولتأكيد هذه الرواية، فقد قام أحد كوادر النظام بالاتصال بأحد الأصدقاء طالبا منه الابتعاد عن هذه التيارات المعارضة ومني شخصيا حتى لا يلوث نفسه بهذه المعارضات، بينما الفرج قادما في انقلابهم المزعوم والتصحيح العظيم لما سوف يقومون به. والواقع يمكن أن تنطلي أكذوبة مثل هذه على قطاع واسع من الناس، سيما وقد بلغ اليأس مستوى والجهل أيضا بالنظام مستوى. ولكن ما يجهله الجميع هو طبيعة النظام الأمنية والسلسلة المترابطة والتي تشمل القطاع المدني والعسكري، وتوظيف التناقضات الاجتماعية أمنيا، واستخدام أفراد مدربين في السفارات المنتشرة في كثير من الدول، وهؤلاء مرتبطون مباشرة بجهات أمنية تتبع مكتب الرئيس. وحين يكتمل ترتيب الصورة لميكانيزم العمل الأمني
فإن النتيجة إن الإشاعات على شاكلة التصحيح من داخل النظام والصبر حتى يأتي الفرج من هؤلاء الحريصون والمستنيرون هي بالمحصلة صناعة أجهزة النظام ومطابقها الأمنية. ليس من المصلحة معارضة النظام من أجل المعارضة وحسب، أو بدوافع أنانية وشخصية، أو خدمة لأجندات خارجية تحمل مشاريع مشبوهة. في هذه الحالة تنتفي مشروعية هذه المعارضة ويمكن أن تصنف في خانة المؤامرة. ذلك أمر بديهي، ولكن المعارضة الإريترية بكل السلبيات التي تحملها بعيدة كل البعد عن هذا التصنيف. وهناك من الأسباب ما لا يحصى ما يجعل هذه المعارضة شرعية وصاحبة مصداقية عالية في أوساط الجماهير الإريترية وأصدقاء الشعب الإريتري من المتابعين وخلافهم. فيكفي المرور على تاريخ هذه الدولة ما بعد التحرير حتى نصل إلى النتيجة المنطقية: الشعب يريد إسقاط النظام وضرورة البحث عن البديل. مشكلة هذا النظام وعقلية الذين يديروه إنهم نسخة من أنظمة عفى عنها التاريخ. نحن أمام عالم جديد رغم عوامل الاضطراب والفوضى التي نشاهدها في الأقليم والعالم، وعمليات الاستقطاب التي ميزت الحرب الباردة استبدلت باستقطابات أخرى همها الأساسي اقتصادي كمجموعة البريكس مثلا. وهناك عمالقة جدد بدأوا في البروز على مستوى الفعل في المسرح العالمي، الصين والهند مثالا. وهناك خرائط لدول في طريقها إلى الزوال تماشيا مع عالم يتشكل، ومصالح تبحث عن موضع قدم، وتجمعات لقوى سياسية أصبحت ذات تأثير يتجاوز الكثير من أدوار الحكومات وجيوشها. وقوة ترى وفق معطيات عالم اليوم إن المستقبل هو للكيانات الكبيرة ولا مستقبل لعالم التقوقع والانقلاق. والحقيقة أن هناك عالما يتشكل وضرائب تدفع دما ودموعا ولجوء. وبمنطق عاقل، ولكي نعيش في هذا العالم المضطرب والذي يشهد ما يشبه العاصفة في اندفاعها، تقتلع كل من يقف في طريقها هو أن تكون متصالحا مع شعبك، وأن توجد وتخلق الظروف المواتية والمساعدة لتحصين جبهتك الداخلية من خلال المعالجات المنطقية للتناقضات الاجتماعية والاقتصادية. لقد ثبت وبالدليل القاطع أنه ليس هناك نظاما أو بلدا وتحديدا في عالمنا الثالث ونحن من طلائعه محصنا أمام الرياح العاتية إذا ما جاءت لحظة الاقتلاع. وما يجري في سوريا خير دليل وأبلغ درس والحبل على الجرار في عالم اليوم. إذا كان هذا واقع العالم، وإذا كان واقع الحال في إريتريا يقول إنه بلد يصنع من العدم، وفي زمن لم يعد فيه الاتكال على بيع الشعارات المؤدلجة سببا في العيش والاستمرار، يبرز السؤال الوجيه: كيف هو واقع الحال في إريتريا بعد 24 عاما من الاستقلال؟ وعلى ضوء حقيقة واحدة: العلاقة بين النظام وشعبه، ولنترك باقي القضايا جانبا واعتبارها تحصيل حاصل لهذه العلاقة، مع أنه يمكن أن تفرز صفحات في كشف الكثير من الأخطاء القاتلة والمسكوت عنها في هذه العلاقة بين النظام والشعب. ونحن نتحدث عن تجربة ربع قرن من الحكم. أولا، الدستور. في حدود اطلاعي ومعرفتي المتواضعة لم أسمع أو أشاهد أن نظاما قضى 20 عاما في صورة هي أقرب للمماطلة في مسألة إعداد دستور للبلاد. إن وضع هذه الوثيقة هو شكل من العقد الاجتماعي الذي يبنى عليه شكل الدولة ووظائفها وتنظيم العلاقات الاجتماعية والإجابة لتساؤلات عالقة لمجتمع قائم على التنوع العرقي والديني وتوفير فرص الاندماج الوطني ووضع الملامح الأساسية لمفهوم العدالة الاجتماعية لبلد يعاني من التطور اللامتوازن بين أقاليمه المختلفة. وبمنطق الأمور
وبالتجارب الإنسانية المختلفة. ليس هناك دستورا قادرا على الإجابة لكل هذه التساؤلات، فالدساتير ليست كتب منزلة، بل هي عملية خاضعة بصورة جدلية بالتطور الاجتماعي للمجتمع، ويتم تطوير نصوصه أو إلقائه تباعا مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في حياة المجتمع. أما المماطلة فلا يمكن تفسيرها إلا بأن هذا الشعب ما يزال يعاني من قصور وتخلف، ولم يحن الوقت كي ينعم بدستور لدولته. وما يؤكد هذا الاعتقاد المعالجة القبية للموضوع حين أعلن الرئيس في إحدى خطبه إنهم بصدد إعداد دستور، وإن هناك لجنة إعداد تم اختيارها لهذا الموضوع. والواقع إن المسألة بلغت حدا من المهزلة التي لا يجب السكوت عنها. إن الدوافع الحقيقية لهذا الإعلان الغير موفق إن هناك أفرادا من الحلقة الضيقة في النظام قد همست في إذن الرئيس أنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذا المطلب باعتباره حق، ثم يجب نزع هذه الورقة من يد المعارضة لأنها أصبحت حجة ومصداقية بيدها، وفوق ذلك كله أصبحت حجرة عثرة لتحركاتهم السياسية والدبلوماسية في عالم لم يعد يكتفي بحقوق البشر، بل تعداها إلى الحيوانات وجميع ما خلق الله في هذه الأرض. ولكن وكالعادة كان الإخراج سيئا، مدفوعين بتلك القطرسة المعهودة والنظرة الدونية لهذا الشعب ليعلن بأنهم قد شرعوا في إعداد الدستور، وإن هناك لجنة قد باشرت عملها، واعتبر ذلك إنجازا بعد 20 عاما من الانتظار. عجائب الأمور في الموضوع هي في سرية اللجنة التي فوضت من قبل النظام، مع قناعة العميقة إن الموضوع برمته مسرحية سمجة. ولكن لماذا هذه التمثيليات البلهاء في قضية تعتبر جوهرية لهذا الشعب والكيان الذي يريد بناءه؟ وقبل الدستور ونصوصه هناك قضية محورية هي في الهيئة المخولة بإعداد واللجان المنبثقة منها، لسبب بسيط، بأننا أمام مجتمع قائم على التنوع وديانتان رئيسيتان إلى جانب المذاهب المتفرعة منهما. فليس عجيبا إذن أهمية الهيئات وضرورة إعلانها وأن تحظى بإجماع وطني، كون ما ينبثق عنها هو مصيريا بالنسبة لمختلف أطياف المجتمع. أما المماطلة والتسويف وبلغة العامة شغل 3 ورقات لا أعتقد يمكن أن تنجح، فمستقبل الشعوب لا يبنى بهذه الطريقة. هذه الطرق مؤدية إلى جهنم والعبر كثيرة. فإذا كان النظام ما زال مصرا على الهرولة نحو حماقات بهذا الحجم، فماذا عن إخواننا من الإسفنجات الجديدة؟ هل بلغ بهم العمي حتى يركبوا في نفس قطار حماقات النظام المندفع دون كوابح؟ ثانيا، مسألة السيادة الوطنية والحروب التي خاضها النظام تحت هذا المسمى، وما صاحب هذه المسألة من انعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا. هذه القضية بحاجة إلى مناقشة. لا شك أن السيادة الوطنية هي أساس الاستقلال الوطني والإرادة السياسية الحرة، ولكن المسألة في عالم اليوم تجعل من هذه المسألة أمور نسبية، فهناك قوانين دولية تنظم العملية وفق مصالح الكبار في هذا العالم، وهناك متحدة، وهناك مصالح دول صغرى وكبرى، وهناك ما لا يحصى في هذا العالم. وفق هذه الحقائق يجب النظر إلى السيادة باختصار المقصود إنها مسألة عقل قبل أن تكون مسألة عضلات. مثال ذلك مسألة جزر حنيش، وبغض النظر عن النتائج كان جانبها السلبي في رد الفعل الشعبي في الشارع العربي عموما، ومن يومها وإلى يومنا هذا ارتبطت الجزر الإريترية بالتواجد الإسرائيلي، وأخذت كثير من القوى في المنطقة بالعزف على هذا اللحن لغرض في نفس يعقوب وليس لمصلحة الشعب الإريتري. ثم جاء الموضوع الإيراني بنفس المنوال، والسؤال:
هل أصبح هذا البلد بازارا لمن هب ودب، أم هي السياسات الطائشة التي صنعت هذه الصورة السلبية؟ حتى في الخلاف الإريتري الإثيوبي لا زال قطاعا واسع من الرأي العام في الأقليم والعالم يعتقد أن إريتريا هي البلد المعتدي وإثيوبيا هي الضحية، ليس اعتقادا لحقائق يستند إليها بقدر ما هي انطباعات بنيت على هامش السياسات الطائشة والحمقى للقيادة الإريترية. وفي اعتقادي أن مسألة الخلاف الإريتري من القباء حصرها في إطار خلاف حدودي وانتهاك لسيادة وطنية، أو مواجهة المماطلة الإثيوبية في تطبيق قرارات المحكمة الدولية، برغم البكاء والزعيق الإعلامي للنظام الإريتري حول السيادة الوطنية وعدم التهاون في هذه المسائل، وعدم توريث الأجيال القادمة مشاكل هم في قناعنا. وهذا التعبير هو المحبب إلى قلب الزعيم حين يخوض في شرعية مواقفه تجاه هذه القضية. فالمسألة الحدودية بين الدول وتحديدا الأفريقية هي سمة ملازمة لكل دول القارة، وأضف إلى ذلك دول الشرق الأوسط، لسبب بسيط: إن التقسيم استند إلى اعتبارات مصالح الدول الاستعمارية وليس إلى رغبات أصحاب الشأن وتوزيعات قبائلهم وعشائرهم ومصالحهم أين كانت. ولذا من الطبيعي أن تتعايش هذه الدول على مضض باحثة لنفسها الطريق الأسهل ومرتبة أولوياتها. هذه هي الصورة النمطية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط. فكيف يصبح الخلاف الإريتري الإثيوبي خارجا عن هذه القاعدة المألوفة لتصبح الحرب مسألة وجود نكون أو لا نكون، وعملية كسر عظم، سيما في مرحلة لا حرب ولا سلم، وتكبيد الشعب الإريتري نزيف يفوق إمكانياته وقدراته. ثم إن الخلاف مع إثيوبيا يأخذ أبعادا وأبعادا نتيجة لتلك الحالة الخاصة التي تحكم العلاقة بين البلدين. أولى تلك الأبعاد التاريخ الطويل من الصراع والآثار السلبية التي خلفها هذا التاريخ المأساوي. ثانيا التداخل الديمغرافي بين البلدين، قومية التجرينية وامتدادها على طول المرتفعات الحبشية إلى العمق الإثيوبي، والكنامة غربا والعفر شرقا. وثالثا في العلاقات والمصالح الاقتصادية والتي امتدت لزمن طويل ولا يمكن الفكاك منها بتلك البساطة، لمجرد أن هناك علم جديد قد رفع. وللأمانة والتاريخ وبكل صراحة، لم يكن للشعب الإثيوبي والشعب الإريتري يد في كل ما حدث ويحدث، بل إن المآسي كلها، القديم منها والجديد، كلها من صناعة الأنظمة المتعاقبة. أبان حرب التحرير وفي كلا النظامين بعد التحرير، بل إن كلاهما قد تفوق وبامتياز في تعميق الشرخ بين الشعبين. وفي اعتقادي أن فشل حلفاء الأمس في وضع التصور الاستراتيجي للعلاقة بين إثيوبيا وإريتريا بعد سقوط نظام منغستو وانفصال إريتريا ككيان قائم بذاته، كون ما يجمع بينهما أكثر بكثير مما يفرق، هو الأساس في عقدة المشكلة. وبدلا من الاعتراف بهذه الحقيقة والمراجعة، نجد كلاهما يلعب دور الضحية. فالنظام الإريتري يتباكى في رفض النظام الإثيوبي في تطبيق القرارات الأممية مسنودا بالدعم الأمريكي، بين النظام الإثيوبي يرى في وجود النظام الإريتري خطر محتم لوجوده واستمرار حكمه لخصوصية التعقيدات الاجتماعية والسياسية في إثيوبيا. وهكذا ليس هناك من حل في الأفق، فنحن أمام حرب داعس والقبراء لا تنتهي إلا بزوال أحدهم أو زوالهم الاثنين معا، أو بحكمة وقدر تهبط من السماء تدفع القوى الأقليمية والدولية للبحث عن تغيير. وفي سياق مراهنة النظام الإريتري على القرارات الدولية، يبدو أن النظام قد فقد الذاكرة بأن الشعب الإريتري خاض حرب 30 عاما لسبب بسيط: كون المنظمة الدولية لم تفتح دفاترها كي تتأكد بأنها كانت راعية للفيدرالية مع إثيوبيا. وحين ألقيت الفيدرالية وفرض الضم قسرا،
كانت الأمم المتحدة أول القائبين. كما نسي الزعيم تلك الخطبة العصماء التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تجاوز فيها كل الأعراف الدبلوماسية في تأنيب دور الأمم المتحدة حول دورها السلبي تجاه القضية الإريترية. المهم، هل من الواجب أن يدفع الشعب الإريتري والإثيوبي هذا الثمن الباهظ لحماقات صنعتها هذه الأنظمة؟ أسوأ ما في الأمر في هذا الصراع هو النزيف الاقتصادي اللامتناهي لبلدان هي أحوج ما تكون لكل مليم وقرش للنهوض بشعوبها. ومع ارتفاع سقف المواجهة تعددت الفنون والمؤامرات التي تحاكى من كل طرف كبديل مؤقت للبنادق والمدافع، إلى جانب الاستعدادات العسكرية وما يرافقها، انتظارا لذلك اليوم الموعود إن حانت ساعته. وفي هذه الحالة فإن المعادلة تختل حين تأتي المقارنة بين إمكانية كلا الطرفين في هذا الماراثون القائم على العبث، وبالنتيجة نجد أن الخاسر الكبير هو الشعب الإريتري وكيانه ومستقبل أبنائه. وحتى لا نتهم بأننا نسوق لنوع من الانهزامية، نقول إن الشعب الإريتري تمكن من أن يحقق نصرا كان في نظر الكثيرين شبها من المستحيل لزمن طويل. كانت تلك لحظة فارقة في تاريخ الشعب الإريتري حكمتها عوامل هبوط وصعود، وبإصرار لا يلين وبكلفة كبيرة تمكن هذا الشعب من تحقيق الهدف. ولكن تلك حالة لا يمكن أخذها كقاعدة يمكن أن تتكرر من الناحية العملية، فالتاريخ لا يكرر نفسه إلا بصورة مسخرة. أما إذا اعتمدنا على الغيب فذلك أمره عند الله عز وجل، فليكف النظام وإسفنجاته في بيع الأوهام. وكم من الأوهام حملت تجاربنا القديمة، بل ويمكن القول إننا نحن ضحايا لأوهام صنعناها بأنفسنا، وها هي النتائج تحصد. أسوأ ما فيها إن الكيان برمته أصبح في مهب الريح، بوحدة وطنية هي في أسوأ حالاتها وتفككها بعد محاولة فورت الانقلابية والاتهام الذي ساقوه بأنها حركة متطرفون إسلاميون. وكانت تلك التهمة والملابسات التي صاحبت في غياب المشاركة للعنصر المسيحي هو الوداع الأخير للعنصر المسلم، الذي هو أصلا مقيبا بمطالبه وحقوقه في دولة إسياس أفورقي، رغم محاولات النظام الأقرب إلى السفه في جلب كل طامح من هذه الفئة ليتبوأ منصبا شرفيا ديكوريا، وذلك لتأكيد المشاركة الوطنية وتزداد الصورة بهاء حين يقوم تلفزيون الدولة برسم نعيم المشاركة للقوميات حسب التعريف المعتمد في فقه النظام. والأدهى والأمر في الموضوع إن النظام الإثيوبي لم يبخل في دخول هذه الحلبة، ليس إسهاما في إذكاء نار الفتنة، بل عن اقتناع راسخ بأن تجربة الحكم الفيدرالي في إثيوبيا هي السيقة السحرية التي يجب أن ينعم بها الشعب الإريتري، وهي الوسيلة التي يمكن أن تجنبهم الخطر المحدق من أبناء العمومة في الجانب الإريتري، مع أن السيقة نفسها أصبحت وبالا عليهم كونها رسخت بشكل جنوني مسألة الحقوق القومية في ظل نمو الفساد في الأقاليم والنزعة الانفصالية وانعدام المنهجية للتنمية المتكافئة. وقد يكون مرد ذلك هو السياق المتقدمة في المحيط المتخلف اجتماعيا واقتصاديا وضعف وتخلف الأدوات السياسية. ورغم ذلك ها هم يعملون ليل نهار في محاولة لتصدير النموذج للأخوة الإريتريين، ولكن العبرة هي في المحصلة، فما يقوم به النظام وما يحاول أن يصدره الإثيوبيون من نموذج محصلته النهائية ضياع الكيان الإريتري. وفي نفس السياق لم يعد هناك من أثر لحرب يركن إليها بتغيير المعادلة سوى العمل ليل نهار بعسكرة المجتمع، ولم يعد من خيار لمن هم في سن 15 وإلى 60 سوى الامتثال لإرادة الدولة في العسكرة
إذن ماذا بقى من أمل للمجتمع أن يعيش حياته كيفما يريد مثله مثل بقية خلق الله في هذا العالم؟ مسألة طبيعية كهذه أصبحت أمنية في ذلك المجتمع، ولا زالوا إسفنجات النظام يمتصون الخطايا معللين بأن بوادر الجنة قادمة، وما على البؤساء سوى الصبر، بينما المؤشرات كلها تشير بأن الكل موعودون بسقوط مروع، ليس لمشروع سياسي فاشل قاده النظام، بل لكيان دفع من أجل 3 أجيال متعاقبة. ثم هناك من يتساءل: لماذا هذا الاعتراض والمقاومة؟ ألستم تقدمون خدمة لجبهة الأعداء؟ أليس من الواجب منح فرصة للمراجعة؟ أسئلة ودعوات محيرة، فالأعداء ليسوا بحاجة لخدماتنا، فقد قدمها النظام لهم في طبق من فضة، حين زج بخيرة القيادات الوطنية إلى قياهب السجون، وحين حول الشباب إلى لاجئين وضحايا لتجار البشر، وعناوين إخبارية للموت المجاني في البحار والصحاري، وحين قرر أن يجعل من صرخة لا تهمة للخيانة العظمى، وحين حول الإنسان في ذلك البلد إلى رغما يضاف إلى عساكره أو إلى أعداد السجناء أو إلى قائمة أمواته. من أين تأتي الفرصة المتاحة؟ 25 عاما ونحن نمنح الفرصة تلو الفرصة، والبؤس يزداد ارتفاعا. الحديث عن الأعداء والأصدقاء في ذلك البلد أشبه بالحديث عن أصول الملائكة، هل هم أناث أم ذكور؟ لم تعد المعايير في التصنيف مهمة. أهم عدو يخشاه النظام هو الشعب الإريتري، ألا يخرج عن الخط المرسوم الذي وضعه، وما عدا ذلك فليذهبوا إلى الجحيم. أما القضايا وأساسها فهي في اختفاء الويان من هذا العالم، وسوف يناضل السيد الرئيس ويضحي بآخر مخلوق إريتري في هذا الوجود لتحقيق هذا الهدف. ثم تأتي الجنة الموعودة للزعيم إسياس، وستنعم معه الإسفنجات، هذا إن بقيت ولم تهترئ. وهكذا دواليكم من العبث والعبث المضاد، ثم يأتون من ينصحوننا القليل من العقل، فالوطن مستهدف. والمعارضة في شد وجذب، ومن فشل سابق إلى فشل جديد، ومع كل فجر جديد لاجئون جدد وقرقى جدد وبضاعة جديدة في سوق النخاسة، حيث تحول الإنسان إلى سلعة، ومعها بالتوازي تنظيمات وجمعيات جديدة، بعضها يعظم الأقليم وبعضها يعظم الطائفة، ولا يرى الوطن إلا من ثقب باب القبيلة، وإلا فلا وطن. رحماك يا ربي وعطفك وكرمك على هذا الوطن وشعبه، أليست هذه اللعنة أكبر منه وأكثر من أن يحتمل؟ ولكن للإسفنجات طريقة أخرى للتفكير وأسلوب آخر في الرؤية للأمور، فالمعارضة في نظرهم يجب أن تحظى بمواصفات تليق، أو بالأصح معارضة 5 نجوم وطنيا وسياسيا وأخلاقيا حتى يمكن التفاهم معها، وإلا فالخيانة واللا وطنية وأدوات لهذا وذاك هي التهمة الجاهزة. ولكن من أين لنا بمعارضة 5 نجوم حسب مواصفات الإسفنجات؟ وأين يمكن صناعتها، في الصين أم في ألمانيا؟ أيها الإسفنجيون، إن تاريخنا وثقافتنا وتركيبنا الاجتماعي وتمزقنا العرقي والديني، مستوى ما بلغناه من معرفة وتجارب قياسا للآخرين، هي العناصر الأساسية التي شكلت نظامنا السياسي ومعارضتنا البائسة، وشكلت أمثالكم من القوى الانتهازية، حتى الدكتاتور الذي يصنع بؤسنا قد رضع التسلط والاستبداد من ثدي أمه في ذلك المجتمع الأبوي الذي يحكم مجتمع المرتفعات الحبشية. روح التسلط الذي تحكم الأب والخشوع والامتثال لرب الأسرة ومعيلها هي التي صنعت هذا الدكتاتور المسخ في أسمرة. إنها ثقافة وتكوين وإرث إقطاعي، وليست أمزجة خطرت على رأس أحد منهم. فالثورة والرفض يجب أن تقوم على نسف هذه الأسس المكونة فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا،
وحينها يمكن الحديث عن نظام يحترم آدمية الإنسان ومعارضة ترعى مصلحة الفرد والجماعة. لكم التحية وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مجددا. أنتم مع صوت المنتدى في هذا المساء السبت، وعودة إلى زميلي جمال معي اليوم لنتحدث عن السياسة الخارجية للحكومة الإريترية، أو بالأحرى التحركات الخارجية إذا ما صح القول. ونحن هنا في صوت المنتدى كنا قد رصدنا في عدة ساعات لنا عن ماهية هذه السياسة، وعن أنها يعني ترتكز على يعني أسس ومحركات آنية. اليوم سنتحدث بتفصيل أكثر مع الزميل جمال عن هذا الموضوع. جمال، يعني لو بدأنا في البدء الحديث عن الأسس والمرتكزات التي يعني تبنى عليها التحركات الخارجية لنظام أسمرة، أكثر من أن نقول السياسة الخارجية، لأنه لا يبدو أن ليس هناك سياسة خارجية واضحة. جمال. نعم أمال، وأيضا ليست هناك ما يمكن تسميتها بأسس يعني تستند إليها أو ترتكز إليها السياسة الخارجية عملا يعني كسياسة كل الدول التي تضع أسس وسياسات عامة للتحرك الخارجي. فإريتريا تدار من يعني أو العلاقات الخارجية في إريتريا تدار ككل شيء من مكتب الرئيس، وهنا يعني تدخل القضايا الشخصية والتفكير الشخصي للسيد الرئيس والزمرة
القليلة التي تحيط به. مهم. من المعروف أنه في إريتريا لا سياسة خارجية واضحة، وهذا اتضح من خلال التقلبات الكبرى في المواقف التي تتخذها إريتريا بين عشية وضحاها. مهم. وهذا وضح من خلال علاقته بالسودان مثلا، وعلاقته بمنطقة الخليج، وعلاقته باليمن، وعلاقته بليبيا وإلى آخره. هو في الأخير يحاول، إذا صحت أن هناك يعني أسس يبنى عليها، يحاول أن تكون الأسس التي انطلق منها والتي يبنى عليها سياسته الخارجية هي ما يمكن أن يستخلصه من هذه العلاقة وبأسرع ما يمكن، نعم. وبقدر كبير جدا من الفائدة المالية وغيرها. نعم. إذن جمال، هنا نحن يعني وضعنا، إذا ما صح القول، اللبنة الأساسية لمفهوم التحركات الخارجية لنظام أسمر بزعامة إسياس أفورقي. ولكن دعنا أيضا نتحدث عن يعني المدراء أو الشركاء الذين يديرون العملية السياسية المتعلقة بارتباطاتهم بدول الجوار أو بجهات معينة بناء على مصالحهم الآنية كما قلنا. يعني هناك دائما ظرف يحتم عليهم مثلا التعامل مع السودان سيتعاملون معه، مع الخليج، مع أوروبا، وهكذا. ولكن كيف يعمل هذا النظام على تحريك هذه العلاقات الخارجية، ومن هم المدراء والشركاء الذين يقومون بهذه العملية مع زعيمهم السيد إسياس أفورقي؟ نعم أمال، ليس سرا أن نقول أن مبنى وزارة الخارجية هو مبنى يضم فقط الارشيف بتاع وزارة الخارجية والأوراق المتعلقة بالسفراء، ومقسمة على أقسام، مثلا القسم العربي، القسم الأفريقي، القسم الأمريكي إلى آخره. لكن بشكل عملي الوزارة الرئيسية أو العمل الرئيسي يبدأ من مكتب الرئيس. ليس سرا أيضا أن وزير الخارجية لا عمل له سوى إيصال الرسائل الرسمية من رئيس الدولة لرؤساء الدول الثانية، وهذا ما تقتضيه يعني البروتوكولات. أما السياسة الخارجية إذا صحت التسمية فتدار من عدد قليل جدا بما فيهم الرئيس ويماني قبرآب. والغريب في الأمر إنه رئيس الحرس الرئاسي الخاص تصفى للدد هو أهم من رئيس الجمهورية أو رئيس البلد في إدارة بعض الملفات الخاصة بدول الجوار، وإدارته لهذه الملفات بتم بعقلية أمنية، ليس عقلية دبلوماسية، ولا عندها علاقة بالعمل الخارجي أو بعلاقات الدول ببعضها من خلال رعاية المصالح المشتركة لهذه الدول. هذا الثلاثي يضاف إليه طبعا الجانب الاقتصادي اللي هو حقوس كشا، وعدد قليل آخر هم الذين يديرون العملية الخارجية، وبالتالي تسهل عملية يعني الانقلاب سريعا على الموقف السابق. يعني دائما الدول عندما تنتقل من موقف إلى موقف تمهد إلى ذلك. لا، في إريتريا ما في تمهيد، ينتقلون مباشرة من حالة إلى حالة، وهذا ما شاهدناه في الحالة اليمنية، وأيضا شاهدناه في الحالة السودانية. نعم. يعني هذا اللوبي الموجود في مكتب الرئيس هو لب العملية الخارجية الخاصة بإريتريا. نعم. نعم جمال، يعني هنا أيضا أريد أن أضيف إلى ما قلته أن الأشخاص الذين يحركون هذه السياسة أو التحركات الخارجية لنظام أسمر، بالإضافة إلى من ذكرتهم، أيضا لاحظنا جمال أن النظام يعتمد على أفراد. يعني هناك الكثير من الأفراد الناشطين الذين يروجون لسياسات الحكومة، والذين هم يعيشون في مناطق كثيرة في دول المهجر وفي أوروبا وفي أمريكا، ويتحدثون باسم النظام ويلتقون بمنظمات وبشركات لها مصالح مع النظام، أو حتى يروجون خطأ وزورا يعني لتبييض صورة النظام في الخارج. وكلنا نعرف
أن النظام يعتمد على أفراد أكثر من اعتماده على الشكل المؤسسي كما أكدت أنت جمال سابقا. هناك مثلا يعني الناشطة الشهيرة التي تتحدث باسم النظام، السيدة صافية تسفى مريم، وهي من أحد المدافعين والناشطين الذين يروجون لسياسات الحكومة والتي تستغل علاقاتها في الغرب من أجل التمرير للكثير من سياسات الحكومة، أيضا عبر يعني شراء أصوات صحفية في الغرب كما لاحظنا في فترات كثيرة وغيره. جمال، يعني دعنا أيضا نتحدث عن كيف يتعامل النظام في تحركاته الخارجية مع يعني دول الجوار بالتحديد، وخاصة بعد الأزمة اليمنية. جمال. نعم أمال، ليس سرا أيضا أن السفراء في السفارات الأمريكية في الخارج لا دور لهم. معروف أيضا أنه في كل سفارة هناك شخص، سواء كان هو دبلوماسي أو خارج العمل الدبلوماسي، هو خارج السفارة كما أشرتي، هو الذي يدير العملية وهو الذي يرفع التقارير ويتلقى التقارير ويتلقى التوجيهات. هؤلاء مثلا في الخرطوم كان هناك موظف اتصالات داخل السفارة هو الشخص الرئيسي لفترة طويلة جدا. أيضا كان هناك ودي في توراري كان الشخص الرئيسي في السفارة وهو قنصل فقط لا غير. إذن نستطيع القول أن السفراء هم عبارة عن الواجهة الرسمية الغير فعالة، وهي التي تمثل الدولة فقط في الأشياء المراسمية والبروتوكولية. لكن عمليا السفارة تدار من جهة أخرى، والسفير يعلم ذلك. يعني أي سفير بيعلم أنه هناك شخص مهم وهو الذي يمسك بالملفات الرئيسية داخل السفارة، وعلاقة السفارة دائما بالدول المحيط دائما عندها علاقة الأمنية. كذلك هذا الشخص ممسك بجوازات سفر الطاقم الموجود في السفارة كله بما فيه السفير. يعني هذا شيء غريب ربما المستمع لا يستوعبه، لكن كشف عنه يعني عدد من السفراء الأريتريين الذين غادروا وانشقوا عن النظام. أيضا زي ما أنت أشرت هناك شخصيات هي مقيمة في تلك البلدان وتحمل جنسيات بلدان أوروبية تلعب دورا كبيرا جدا أكبر من دور الصحافة من دور السفارة، وعندها علاقة مباشرة بمكتب الرئيس أو مع الجهات الفاعلة في داخل إريتريا. وهذا ليس يعني ليس هذا بالسر يعني. نعم. نعم. سنعود معا جمال لهذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. البحر حسبت نسيت وديع عالقوي وياها نفس وقت من الحرب
بار أنا حاضر وياه مع الكون وياه نتوقف من حاضر وياه بار حي المخ سواه أي تتحللي علم ما يتوارث أنا يسمع لي قد ما يبني لعلي آحيلي بالعودة أعزائي المستمعين إلى الموضوع الذي نناقشه اليوم في صوت المنتدى مع زميلي جمال، وهو عن طبيعة التحركات الخارجية لنظام أسمرة. كنا تحدثنا عن عن الأرضية التي تبنى عليها هذه السياسة الخارجية أو التحرك الخارجي للنظام. سنعود الآن لنتحدث جمال أكثر في دور النظام وتحركاته الخارجية التي شهدنا أنه دائما يقفز على الأحداث المهمة والمرتبطة بدول الجوار، كالسودان مثلا كان له دور كبير من خلال علاقته مع حركات التحرر في الجنوب وفي غرب السودان والشرق، وأيضا يستغلها في علاقته مع النظام السوداني وغيره. والآن تفجر الأزمة في اليمن وما نراه من تطورات، ورأينا تحركاته السريعة، ذهابه إلى السعودية، العمل على تحالفات من نوع ما. دعنا نتحدث أكثر عن كيف يتحرك النظام في ظل الأزمات الإقليمية، وكيف يحاول أن يجيرها لمصلحته في هذه المرحلة. يمكن أن نأخذ نموذج في علاقة أسمر العصبة مع دول الخليج وما ظهر أخيرا في اليمن أمال كنموذج. ونقول انه النظام لفتره طويله جدا كان عنده علاقه مباشره امنيه وسياسيه ولوجستيه وعسكريه مع الحوثيين ورعايه المصالح الايرانيه ودعمها للحوثيين، ثم انقلب عليهم فجاه وخرج اعداد كبيره من الحوثيين عبر جزيره دحل الى اليمن. لكن استمرت تدفقات الأسلحة والمواد التنظيمية عبر إريتريا للحوثيين في شمال اليمن، مع أنه رئيس العصبة ذهب إلى السعودية وقدم تنازل واضح ومعلن، ثم بدأ مصالحات مع الإمارات العربية المتحدة وبدأ يقوي من جديد علاقاته بقطر. نعم. الآن الأسبوع الماضي كشفت الأنباء أنه كان هناك القائد الميداني للحوثيين أو واحد من القادة الميدانيين للحوثيين وهو سعودي الجنسية شيعي المذهب، كان في زيارة لأسمرة واستضيف طبعا كعادة الإريتريين في النظام الإريتري في أطراف العاصمة الإريترية في فندق، وهناك شوهد مع نائب رئيس هيئة القوات البحرية وعدد من الجنود الضباط. نعم. هذا يعني أن العلاقة بشكل ما موجودة، وهذا ديدن النظام في أنه لا يقطع صلته مباشرة مع كل الأطراف التي كان يتعامل معها، بل يخلي الخط مفتوح. أنباء أخرى أكدت أنه هذا المبعث الحوثي اتفق مع النظام الإريتري في عدد من النقاط، منها انه الان يمكن استقبال الحوثيين تحت غطاء انساني لاستقبال عدد منهم، وايضا محاوله تاكيد او انتزاع تاكيد اريتري مع عدم الاشتراك مباشره في الحرب البريه التي تخوضها قوات التحالف العربي الان بقياده السعوديه، وعدد من القضايا المؤكد انه لم يتم الاعلان عنها ولا سيتم الاعلان عنها. عموما هذا النظام هذه طريقته في انه لا يضع بيضه في سله واحده، يحاول بقدر الامكان توزيع مصالحه في اكثر من جهه. ولو لاحظتي امال نعم. طوال الفتره اللي فاتت وزاره الخارجيه
غير أصدرت بيان واحد لم تتحرك. إذا مكتب الرئيس هو بالضبط. الذي يتحرك مم. وعبر أدواته الخاصة. ومن معروف ودي في توراري اللي هو الآن نائب رئيس القوات البحرية كان قنصل في السودان وشخصية أمنية نعم. أدارت الملفات الأمنية للمنطقة، سواء كانت السودان أو أثيوبيا أو اليمن أو الصومال أو كينيا. إذا الملف الأمني هو الأبرز في تعامل النظام مع بالتأكيد. دول المحيط، مم. ولا يكترث لعلاقات الجوار ولا للمصالح الخاصة بالدولة الإريترية بل بمصالح العصبة. وطبعا هذه السياسة لا تأخذ في الاعتبار مصالح دول الجوار ولا مصالح الشعوب ولا مصلحة الشعب الإريتري نفسه طبعا. نعم. يعني هذا مثل واضح وقد تناولته الصحف الخليجية وبعض المواقع اليمنية. وهذا يعني هذا الأمر يبدو كيف تتعامل معه السعودية وغيرها لا ندري، ولكن هذه هي السياسة الإريترية نعم. من 20 سنة مضت. وإلى الآن. نعم جمال، قبل أن نختم الحديث في هذا الموضوع المهم جدا والذي يهمنا أن يعني يستفيد منه المستمع الإريتري وخاصة في الداخل ليفهم أكثر وبصورة أوضح كيف يتحرك نظام أسمرة وعلى أي أساس تبنى يعني تحركاته، والتي هي مرتكزة كما أكدنا على مصالحه الضيقة كنظام وكعصبة حاكمة. جمال، أيضا دعني أؤكد على شيء، وهو أن التمثيل الدبلوماسي لنظام أسمرة كما قلت وإن اكتفى بالشكل الرسمي والمراسمي له، هو أيضا يلعب دورا في ترهيب المواطن الإريتري الموجود في دول المهجر وفي الخارج. وكنا قد تحدثنا أيضا هنا في صوت المنتدى كثيرا عن دور السفارة ورجالات السفارة في يعني التضييق على المواطنين ومحاولة ترهيبهم بأنهم لا يمكن أن يزوروا إريتريا إلا إذا دفعوا 2%، وغيرها أيضا من التضييق على علاقاتهم وتحركاتهم وغير هذا. يعني هذا كله يؤكد على يعني فساد المؤسسة الخارجية التي تسمى بوزارة الخارجية يعني زورا كما يقال، ولكنها هي مؤسسة أمنية تخدم مصالح ضيقة للنظام الحاكم في أسمرة. جمال، في ختام هذه الحلقة إذا كنت تحب أن تضيف شيئا تفضل. هو نعم، السفارات الإريترية ليست سفارات إريترية تمثل الإريتريين جميعا وتخدم مصالحهم، بل هي لا زالت كمكاتب التنظيم السياسي. وبالتالي كما قلنا من البداية أنه السفير والطاقم الدبلوماسي الذين يرتدون البدل هم لا يدرون يعني ماذا يجري داخل السفارة. السفارة هي عبارة عن خلية أمنية ترهب هذا وتراقب ذاك وتبتز هذا، وهذا ما حدث في دبي، حدث أيضا في جوبا، حدث ويحدث في السودان بشكل ما في السودان، ويحدث في المملكة العربية السعودية وحتى في دول أوروبا. جمال، نعم، في السعودية وفي دول الخليج تدير أنشطة هي أنشطة مخالفة للقوانين البرعية في البلد. بالضبط. وهي يمكن أن نقول بين قوسين هي يعني أنشطة غير أخلاقية، منها توزيع الخمور ورعاية مصالح المهربين، مهربين الأسلحة، مهربين المخدرات وغيرهم. هذا الأمر يتم من خلف السيد السفير الذي يرتدي البدلة ويجلس في مكتب السيد السفير، ولكن ما لا يدري ولا يريد أن يدري. وبالتالي السفارات هي بؤر لإدارة هذه الأنشطة، وقد يعني كشفت فضايح وصلت إلى الشرطة وإلى المحاكم في عدد من هذه الدول، ولكن تم التغطية عليها والطبطبة عليها من خلال القنوات الدبلوماسية للبلدين أو الحزبية. نعم. إذن هذا هو الحل إلى أن يزول هذا الحال إلى حال أفضل في إريتريا نظيفة بسياسات يعني مشرفة تخدم المواطن والوطن في بلد ديمقراطي وآمن. لك تحياتي جمال، وأشكرك على المساهمات الجادة والإضافات القيمة التي تقدمها معنا من خلال صوت المنتدى. وأشكر لكم أعزائي المستمعين متابعتكم الدائمة لنا. إلى أن ألقاكم مع زميلي جمال الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات صلاح الزين وكل العاملين في الإذاعة، وإلى اللقاء. صوت المنتدى.